الفيديو ده انا هتكلم على حاجتين اساسيين هيساعدوك في كل حته من حياتك. الحاجتين دول هما حاجه اسمها الدوبامين ديتوكس وحاجه تانية اسمها ديسبلين. ممكن تبقى سمعت عن ديسبلين بس انا هشرحه لك لو انت شاكك في اي حاجه فيه. دلوقتي انت محتاج الحاجتين دول ليه؟ انا جالي كومنت على فيديو من فيديوهاتي، واحده بتقول لي انا دلوقتي ازاي احط نفسي في مكان ان انا حتى لو انا مش عايز اذاكر، حتى لو انا مش قادر اذاكر، ان انا اذاكر، وازاي اخلي المذاكره تبقى حاجه كده انا متحفزه ليه، حاجه انا عايز اعملها. قالت لي كده، بعت لي في كومنت كده يعني. فانا فكرت شويه ولاحظت ان الحاجتين دول هو اللي هيفيد اي حد الصراحه، مش هي بس، يفيد اي حد في اي حته كمان مش المذاكره بس. هيخليك كل مره انت تيجي تقول انا مكسل عشان اعمل حاجه تعملها غصب عنك، وكل مره تكون حاجه انت مكسل قوي تعملها تلاحظ ان انت متحفز لها اكتر سيكه، لغايه ما تلاحظ ان انت بدات اللي هو ماشي انا عايز اعمل الحاجه دي. دلوقتي انت ليه محتاج الحاجتين دول؟ تاني، من غير الحاجتين دول انت مش هتعرف تحقق اي حاجه من اهدافك. من الاخر كده، عشان انت كل مره انت استحاله تصحى كل يوم في حياتك، مهما كان انت مين، استحاله تصحى كل يوم في حياتك وتقول لنفسك انا يلا انا عايز اشتغل، انا عايز اتعب، انا عايز انزل الجيم، انا عايز اعمل كذا. مفيش حد بيصحى كده. انا لسه صاحي النهارده اصلا ما كنتش قادر، كنت صاحي عارف اللي هو كلي متكسر كده، كنت لسه نازل الجيم امبارح وما كنتش قادر بقى خلاص، كنت عايز افضل اقعد في السرير شويه. مسكت الموبايل وكنت عندي احساس جامد قوي ان انا عايز ادوس يوتيوب وافضل اعمل سكرول شويه. قلت لنفسي لا، وصحيت وخدت دش وظبطت ولبست عشان اعرف اعمل الفيديو ده. فانا ازاي حطيت نفسي في المكان ده؟ من الحاجات اللي انا هشرحها لك دي الطريقه اللي انت ممكن تحقق اهدافك بيها بجد. هبدا بقى. ايه هو الدوبامين ديتوكس؟ الدوبامين ديتوكس ده فكرته كلها ان انت دلوقتي في حياتك حاجه اسمها دوبامين ليفل، او انا بسميه ليفل الفرحه. ماشي. ليفل الفرحه ده عباره عن ايه؟ لو انت ليفل الفرحه بتاعك هنا، وان انت تلعب فيديو جيمز هنا، وان انت تعمل سكرول هنا، يعني من الاخر كده ان انت تلعب فيديو جيمز وتعمل سكرول فوق الليفل الفرحه بتاعك، ايه اللي هيحصل؟ الفيديو جيمز والسكرولينج هيخلوك تنبسط، هيدوك كده احساس اللي هو انبساط عشان هو فوق الليفل الفرحه بتاعك. بس لو قررت ان انت تقرا مثلا كتاب ولا تروح تذاكر، هتلاقي ان هو ليفل الفرحه هنا، المذاكره هنا، وان انت تقرا كتاب هنا، تحت ليفل الفرحه بتاعك. فاهم؟ فهيكون انت مش بتنبسط لما بتعملهم. ازاي بقى تخلي نفسك متحفز وتخلي نفسك مبسوط وانت بتعمل الحاجات دي، تخلي نفسك عايز تروح تذاكر وعايز تروح تقرا؟ بان انت تنزل ليفل الفرحه بتاعك دي تحت القرايه، او تنزل ليفل الفرحه بتاعك للقرايه، بحيث ان انت لما تقرا تحس ان انت مبسوط، لما تقرا تحس ان انت متحفز تقرا شويه. بس ازاي تعمل كده؟ ازاي تنزله الليفل الفرحه ده يا مازن؟ ازاي اعرف انزل تحت؟ من الاخر كده، وهو ده الستيب الصعب اللي ناس كتير قوي بتكسل فيه. فلو انت عايز تكسل وتبقى زي كل حد، اتفضل اقفل الفيديو من دلوقتي وتتعلمش. بس انا اقوله لك. اول حاجه، لازم توقف سكرولنج وتوقف فيديو جيمز خالص. ليه؟ لما ما تلاقيش حاجه بتديك الفرحه بتاعتك، الليفل الفرحه بتاعك بيفضل ينزل شويه، لا لاقل حاجه بتديك الفرحه، او يعني لابسط حاجه بتديك الفرحه. يعني مثلا لو انت كنت بتلعب ليفل الفرحه هنا، فيديو جيمز هنا، سكرولنج هنا، وان انت تقرا كتب، بس كتب انترتينمنت، كتب فانتزي وكلام كده، هتلاقي ان هو تحت ليفل الفرحه بشويه صغيرين. لو ما لعبتش فيديو جيمز وما عملتش سكرول خالص وبتقرا كتب الفانتزي دول، ليفل الفرحه هينزل لكتب الفانتزي. برضه مش هتعرف تذاكر، وبرضه مش هتعرف تقرا كتب نوليدج من غير ما تحس ان انت زهقان، بس هيكون نزل شويه. المشكله في الفيديو جيمز والسكرولنج ايه؟ ان هم بيطلعوا ليفل الفرحه الليفل عالي قوي، مفيش حاجه يعني، لدرجه ان حتى في فيديو جيمز وحتى سكرولنج ما بيبقوش ممتعين، ما بيبقوش ممتعين خالص. بتطلع ليفل الفرحه حتى فوقيهم، فانت حتى بتستمتعش باللعب، حتى بتستمتعش بحاجه تانية. واحلى مثال على كده، انا هديك احسن مثال دلوقتي. انت بالنسبه لك لو جالك فرصه النهارده ان انت تسافر العالم، ماشي، تروح لاي مكان انت عايزه في العالم، هل ده بالنسبه لك هيبقى امتع ان انت تسافر في المكان اللي انت عايزه ده، ولا ان انت تقعد في بيتك وتعمل سكرول؟ ايه اللي امتع بالنسبه لك؟ زي اي حد طبيعي انت تقول ان انت تسافر مكان انت نفسك تسافر فيه، طبيعي. بس تخيل ان انت تكون بتسافر كل يوم، لو انت، او مش كل يوم، كل اسبوع بتسافر مرتين مثلا، تكون بتسافر مرتين مرتين مرتين، السفر بالنسبه لك هيبقى عادي خالص، صح؟ السفر هيبقى هنا، يعني ليفل الفرح هيبقى هنا، والسفر هيبقى هنا خلاص، مش تبقى تستمتع بيه. بس سكرولنج وفيديو جيمز هيبقوا تحت قوي بقى، انت بتكتشفش حاجات جديده خالص. سكرولنج وفيديو جيمز هيبقوا زهق قوي، مش تستمتع بيهم. لازم تنزل ليفل الفرحه بتاعك جامد جدا عشان ترجع لسكرولنج وفيديو جيمز، مش عشان يبداوا يبسطوك تاني، وبعدين تنزله تاني عشان تبدا تقرا كتب وتذاكر عشان يبقوا يبسطوك تاني. فاهم الفكره؟ فانت ليفل الفرحه بتاعك ده هو اللي يعني هو اللي بيحدد انت تنبسط لما تعمل حاجه، ولا هتكسل وتبقى زهقان وانت بتعملها.
ده بقى لو انت عرفت تنزله يبقى تحت اي حاجه انت نفسك تعملها في حياتك، يبقى تحت ان انت تعمل يوتيوب فيديو عشان تعمل يوتيوب فيديو زي ما انا بعمل دلوقتي، يبقى تحت ان انت تذاكر، يبقى تحت ان انت تقرا كتب انترتينمنت، يبقى تحت ان انت تنزل الجيم. هتبقى بتنزل كل الحاجات دي عادي خالص، وبتعمل كل الحاجات دي وانت مستمتع. انا كنت على حاجه كده، كنت على يعني في وقت من حياتي كده، وانا دخلت جوه الوقت ده تاني، بحاول ما اعملش سكرول خالص، ما العبش اي فيديو جيمز خالص، من الاخر كده يعني ما بستخدمش الموبايل في اي حاجه، ما بفتحش انستجرام تيك توك ولا يوتيوب شورتس خالص. ده الهدف اللي انا فيه دلوقتي. بوقف كل حاجه بتديني متعه قوي كده، بتديني دوبامين جامد. بحس ان انا اعمل ايه؟ بس اقرا، انزل الجيم، و ايه تاني، اعرف اعمل يوتيوب فيديو من غير ما ابقى زهقان، اعرف اعمل جورنال، اعرف اعمل مديتيت. كل الحاجات دي عرفت اعملها ليه؟ عشان انا نزلت الليفل الفرحه بتاعي تحت الحاجات دي، نزلت ليفل الفرحه بتاعي للقرايه، فبقيت اقرا عادي خالص. انت عارف ان انا دلوقتي كل يوم متحفز ان انا انزل الجيم؟ بجد انا نفسي انزل، بكون عايز انزل الجيم. يعني انا ما عنديش جيم النهارده عشان انا ريست دي، عندي جيم بكره، وانا متنرفز ما عنديش جيم، أنا مش متنرفز يعني، متضايق زعلان عشان الحاجه اللي كانت بتديني متعه جامد قوي في يومي، الجيم راح، ما بقتش انزل الجيم خلاص، فما فيش جيم النهارده، فضايقتني. فزي ما بقول لك بقى، الدوبامين ديتوكس ده هيغير لك حياتك في الحته دي، خليه اساس حياتك في الحته دي، عشان هيخليك يديك بيس جامد جدا، بحيث ان كل حاجه انت نفسك تعملها وبتكسل عليها هتبقى متحفزه بقى، تبقى متحفز تعملها، تبقى ممتعه بالنسبه لك. نخش في الحاجه اللي اصعب سيكه بقى، نخش في الحاجه الليفل التاني، حاجه اسمها الديسيبلين. قبل ما اكمل بس الديسيبلين، لو انت بتتفرج على فيديوهاتي وشايف ان انت بتستفاد بالفيديو ده، اعمل لايك وسبسكرايب، عشان مش بس انت يجيلك فيديوهاتي انت كمان، عشان الفيديوهات دي تنتشر اكتر، ناس تانية تعرف تشوفها، وممكن ناس تانية تستفاد زيك انت بالظبط. ارجع بقى للفكره. النقطه التانية، حاجه اسمها الديسيبلين. الديسيبلين ده انت ممكن تكون سمعت عنه قبل كده. هو كله مايند سيت، هو كله طريقه تفكير. طريقه التفكير دي بتقول ايه؟ ماشي، انا دلوقتي مش عايز انزل الجيم النهارده، بس هنزل. انا دلوقتي مش عايز اذاكر، بس هذاكر. انا دلوقتي مش عايز اعمل يوتيوب فيديو، هعمله. انا دلوقتي مش عايز اعمل مديتيت، مش عايز، مكسل، هعمله. طريقه التفكير دي هتخليك تروح لمكان تاني خالص. الديسيبلين لوحده بيبني حاجات جامده جدا، عشان غير ان هو بيخليك تعرف تقرب لاهدافك جامد قوي. يعني زي ما بقول لك، انا صحيت النهارده وما كنتش قادر، كنت جسمي كله مكسر من الجيم امبارح، وما كنتش قادر اعمل فيديو. بس صحيت واستحميت ولبست هدوم نظيفه، وظبطت الكاميرا وظبطت اللايت وظبطت كل حاجه وحطيت المايك عشان اعرف اعمل لك الفيديو ده، عشان اعرف اكون برضو عملت اللي عليا النهارده. انا عرفت اقول للكسل وللزهق وللتعب وكل ده، طز فيك، انا هعمل الفيديو برضو. طريقه التفكير دي كل ما تعملها كل ما هتلاحظ ان انت تعملها تاني اسهل. فانت لازم تبدا في الاول بتبقى صعبه، بعديها اسهل شويه، بعديها اسهل شويه، بعديها اسهل شويه. ليه؟ عشان انت في الاول خالص بتكون حاطط جوه نفسك ان انا حتى لو انا عايز اعملها مش هعرف اعملها. دي حاجه، دي يعني مايند سيت انت حاططها جوه نفسك. طريقه تفكير بتقفل كل حاجه في وشك، كل مره تقول انا عايز اعمل حاجه بتقول لنفسك لا انا مش قدها، انا مش هعملها. فاهم؟ لما انت تبقى ديسيبليند وتقول لنفسك مثلا ان انا الشهر ده هنزل الجيم كل يوم، وتنزل الجيم كل يوم بجد، انت بنيت ثقه في نفسك، صح؟ انت قلت لنفسك ان انا كنت قد كلمتي. احسن واحد تقدر تبني ثقه، تقدر يقدر يديك ثقه في نفسك انت. مش ان انت تقول لحد تاني حاجه وتعملها، لا، تقول لنفسك حاجه من جواك وتعملها. ده بيبني ثقه في نفس جامده قوي، وبيديك طريقه تفكير تانية. لا، انا لما اقول حاجه انا هعملها، انا قد كلمتي. فكل مره تقول لنفسك انا هذاكر دلوقتي، يبقى انت هتذاكر، عشان انت عارف ان انت قد كلمتك وانت عارف ان انت هتذاكر. ده بيبني طريقه تفكير تانية خالص. فالديسيبلين ده برضو من حاجه مهمه جدا. يعني انت لازم تحط الاتنين دول مع بعض، دوبامين ديتوكس وديسيبلين، عشان دوبامين ديتوكس هيخلي حاجات امتع، ديسيبلين هيخليك تعملهم حتى لو هم مش ممتعين. فاهم قصدي؟ حط الاتنين دول مع بعض وهتبقى شخص تاني خالص، هتبقى شخص قد كلمته في كل حاجه هو بيعملها، وهتبقى شخص يعرف يبني البيس عشان لما يكبر في حياته يكون عنده ادفانتج على ناس كتيره جدا. شخص يكون قد كلمته، شخص يكون لما يقول حاجه هيعملها، شخص يكون بنى بيس مفيش اي حد تاني يقدر يقارن ليه. لو عجبك الفيديو، عايز تشوف فيديوهات اكتر من كده، عايز تشوف فيديوهات على تحسين النفس اكتر، عايز تعرف تلاقي ناس زيك، تعرف تحسن نفسك على ليفل اعلى، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. انا عايز املك الكوميونتي دي بناس زيك انت بالظبط، عشان في ناس زيك مش لاقيه ناس يعرفوا يكلموهم، مش لاقيه ناس بنفس طريقه التفكير. انت من ناس قليله جدا. تخيل ان انت واحد مصري قاعد ممكن تعمل تيك توك، ممكن تتفرج على تيك توك، انستجرام، ريلز، ممكن تعرف تتفرج على يوتيوب، ممكن تعمل اي حاجه بحياتك، ممكن تلعب فيديو جيمز، ممكن تروح تعمل اي حاجه حرفيا، ممكن تروح تشرب فيب، بس انت قررت تتفرج على فيديو بتاع واحد عنده 16 سنه بيقول لك ازاي تعرف تحسن من نفسك. فانت حطيت نفسك في مكان تاني خالص، انت مفرق نفسك من الناس. ما تضيعش الفرصه دي، لاقي ناس زيك،
حط نفسك في مكان ان انت ناس بنفس طريقه تفكيرك يقدروا يقابلوك. ممكن تبني فريند جروب، ممكن تبني جروب اصحاب مش هتندم ان انت بنيته خالص. تاني، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وحاول تنشر الفيديو شويه، عشان فما تضيعش الفرصه دي على نفسك. لاقي ناس زيك، حط نفسك في مكان ان الناس بنفس طريقه تفكيرك يقدروا يلاقوك، والمكان ده هو الكوميونتي اللي انا عاملها لك دي. فكر فيها. ولو انت شايف ان انت بجد واخد الموضوع ده جد وشايف ان فيديوهاتي بتساعدك، اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. الفيديو هينتشر وناس تانية زيك بالظبط ممكن تعرف اه لا الراجل ده بيفيدني. انا هستفاد وانت تستفاد وكل حد يستفاد. لو عايز تعرف تلاقي حاجات ناس كتيرة ما بتلاقيهاش، لو عايز تحط نفسك في مكان ان انت تعرف توصل لحاجات ناس كتيرة ما بتوصلهاش، امشي في طريق ناس كتيرة ما بتمشيهوش. اي حد يقول لك مش ده الطبيعي، انت بتعمل حاجات ناس كتيرة ما بتعملهاش، اعرف ان هو عايزك تبقى زي كل حد. وانت مش عايز تبقى زي كل حد، انت عايز تحقق اهداف ناس كتيرة ما بتعملهاش. فلازم تمشي في طريق ناس كتيرة ما بتمشيش فيه. يا ريت يكون عجبك الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي.